السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده فيه كنز من الكنوز، يا ريت تقدروه علشان بجد الكنز ده يعني كبير. ولو انت مش عارف يعني الكنز ده قيمته قد ايه، فاحب اقول لك. يعني انا فاكر في مرة وانا في ثانوية عامة كنت باخد مع دكتور اسمه دكتور احمد سمير، معروف دلوقتي على النت شوية لو حد فيكم يعرفه. دكتور احمد سمير مشهور ان امتحاناته بتكون صعبة موت. فانا فاكر لما كنت في ثانويه عامه كنت طول السنه بطلع معاه الاول، كنت بجيب معاه درجات عاليه جدا ومعايا كوم شهادات تقدير منه. وكان معروف دايما اللي بيتكرم كتير مع الدكتور ده في الاخر بيخش كليه الطب، لان اصلا في ناس بتخش كليه الطب وهم كانوا بيجيبوا معاه درجات وحشه، فبالك بقى باللي يجيب درجات حلوه بيكون مستواه عامل ازاي يعني. طبعا انا ربنا ما وفقنيش، ما حصليش نصيب يعني ان انا اخش طب، بس انا كنت معايا كنز مش مع ناس كتير. فاكر مره في السنه بتاعت ثانويه عامه في حد دخل لي بنت من المجموعه اللي كنت فيها، دخلت جابت الاكونت بتاعت الفيسبوك ودخلت بعتت لي قالت لي هو انت بالحرف كده، هو انت بتذاكر ازاي عشان تجيب الدرجات دي؟ قلت انا بحل من 3 كتب وعمري ما عرفت اجيب الدرجه اللي انت بتجيبها دي، انت ازاي بتعمل كده؟ فانا ساعتها يعني اتضايقت من اسلوبها، فما قلت لها انا بنجح بالكوسه كده وخلاص. وانا الصراحه كنتش بنجح بالكوسه يعني، بس انا اتخنقت من طريقتها يعني عشان حسيت فيها يعني نوع من الحقد يعني. فبس كده. فانا انتوا يعني معاكم كنز ان انا هقول لكم بقى انا ازاي كنت بذاكر الاحياء. واللي بالمناسبه كنت بقول الطريقه دي لاختي وكنت ساعات بقعد جنبيها السنه اللي فاتت. طبعا هي كانت بتاخد مع دكتور احمد الجوهري، بس فعلا كنت بلاحظ يعني ان كان الموضوع بيفرق معاها شويه يعني بفضل الله. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا اسف على المقدمه الطويله، ولكن يلا بينا نبدا باول نقطه وركز معايا في الفيديو. ممكن يبان طويل شويه بس فعلا صدقني هي الاحياء ماده بالرغم من سهولتها، بالرغم ان هي اصعب امتحان بيجي، فنصايحها كتير شويه يعني. طيب اول حاجه القراءة باستمرار. الموضوع ده محدش كان بيعمله إلا قلة قليلة جدا، وأنا كنت منهم. وده كان بيفرق معايا جدا إن أنا كنت كل امتحان شامل بطلع فيه الأول. كنت باجي كل فترة أقعد أقرأ الكتاب بتاع الشرح، بقرأه تاني كلمة كلمة، مش ببطء شديد بقى زي ما أنت متخيل أنت هتقعد فيه 3 أيام تقرأه، لأ يعني هو ممكن ساعة تخلص فيها باب أصلا أو فصل. كنت بقرأ كلمة كلمة، حرفيا كلمة كلمة في الكتاب. كان بيفرق معايا إن أنا كل مرة كنت بستفاد معلومة جديدة. لذلك اصلا انا فاكر حتى من قريب يعني اسقاطا على الموضوع ده كنت بسمع باشمهندس احمد ابو زيد، قناه دروس اونلاين كلكم عارفينها يعني. فكان بيقول ان هو لما بيجي يقرا الكتاب بيقراه مرتين وثلاثه على فترات بعيده متباعده يعني. ولما يجي يسمع بودكاست مفيد بيسمعه مرتين وثلاثه. فكنت بقعد اقول هو ليه بيعمل كده؟ ده تضييع وقت، ما انت خدت المعلومه خلاص. قال لك لا، لما بتسمع الحاجه اول مره بتستفاد منها، بس عقلك مش بياخد باله من كل المعلومات، مش بيلتقط كل المعلومات. لما بترجع تسمعها تاني او تقرا الكتاب ده تاني تبتدي تلقط معلومات اكنك اول مره تشوفها، عامل زي الفيلم كده. كلنا حصل لنا الموضوع ده، لما تتفرج على الفيلم مره وتيجي تتفرج عليه تاني مره بتلاحظ حاجات ما لاحظتهاش في اول مره، تتفرج عليه تالت مره بتلاحظ حاجات ما لاحظتهاش في اول مرتين، تتفرج عليه 10 مره تلاحظ فيه حاجات ممكن طول عمرك بتتفرج على الفيلم وما كنتش بتاخد بالك منها. افيه كان بيتقال ما كنتش بتفهم معناه، لقطه او حاجه في الفيلم نفسك بتتفاجئ بيها اول مره في حياتك ان مثلا المجرم مش عارف هو اللي عمل كذا، وهي من زمان وهي موجوده وانت ما كنتش بتاخد بالك منها. فتكرار ان انت ترجع تقرا الباب تاني كلمه كلمه بيخليك تلاحظ حاجات ما فيش غيرك بيلاحظها، وبيخلي فهمك عميق للدرس اكتر من اي حد تاني. وفاكر في مره دخلت امتحان شامل الدكتور كان حاطط بيقول لك مين هي الانسجه اللي بتتكون من نسيج ضام غير متصل. كنت قبلها بيوم كنت بقرا في الباب الاول وكان بيقول لك ان الاربطه انسجه منفصله، راح هو جه قال لك غير متصله. حليت السؤال ومفيش حد حل السؤال ده تقريبا ساعتها. فالكلام بيفرق قوي او القراءه بتفرق قوي، دي النصيحه الاولى ليك. اقرا باستمرار، ارجع اقرا الشرح تاني مره واثنين وثلاثه واربعه، واعمل لنفسك جدول كل شويه تقرا الشرح بتاع المنهج تاني. النقطه اللي بعد كده ان انت في الحل لازم تعمل تحليل للاسئله. من ساعه ما النظام الجديد جه وهو في الاحياء مش بقى بيعمل زي زمان اللي هو بيخليك تسمع له منهج وخلاص، لا هو حرفيا بيتعامل معاك على انك دكتور. فالدكتور ده الدكتور بيحلل الحاجه اللي قدامه. لو انت هتفكر بتفكير الدكتور فانت بتحلل، زي في الكليه ان شاء الله كليه الطب لما تطلع هتلاقيه بيديك حالات ويخليك تقعد تحلل الحاله ديت. نفس الفكره، لما يجي لك سؤال حاول تحلل السؤال اللي يكون صعب وتفهم اجابته، مش مجرد انت حفظتها كده وخلاص اللي هو خلاص السؤال ده لما يجي كده هعمل الاجابه كده. ليه؟ لان الكلمه بتفرق في السؤال. وانا اتذكر لما كنت بقعد اتابع مع اختي السنه اللي فاتت، هي كانت بتتابع مع دكتور احمد الجوهري، فكان بيعمل لهم كويزات كده على المحاضرات. حرفيا كان كل مره بيجيب نفس السؤال بتغيير كلمه، او يحط لها السؤال مرتين هو يبان هو نفس الرسمه نفس كل حاجه.
بس مغير كلمه صغيره جدا في السؤال، لدرجه وانت بتقراه تاني مره ممكن ما تلاحظش ان في كلمه متغيره. الكلمه دي بتغير اجابتك، بتخلي الاجابه الصح تبقى غلط. فالاحياء ما بتتحفظش. هي الاحياء الحفظ فيها مهم في المنهج، وان انت تبقى مجمع المنهج في دماغك، لكن حفظ الاسئله ما ينفعش، حفظ الافكار ما ينفعش. لازم تكون بتحلل السؤال وفاهم كل كلمه في السؤال، وفاهم الاجابه جت ليه بالظبط عشان الكلمه دي، وان لو الكلمه دي في السؤال اتشالت يبقى الاجابه دي اذا هتبقى غلط. مهم جدا الموضوع ده يا شباب. النقطه اللي بعد كده الحفظ الجيد. ولذلك انا بقول لك بقى عشان تفرق ما بين الحفظ والفهم، عشان الناس فاكره ان هو ايه، احنا نظام جديد يبقى فهم بس. لا، في حفظ يا حبيب قلبي، لازم تحفظ التكاثر والحاجات ديت وطرق التكاثر. كل الحاجات دي فيها حفظ. الدي ان ايه والخمسة 3 والتلاتة 5 ومجموعة الفوسفات فين ومش عارف الادينين والجوانين، الحاجات دي كلها فيها حفظ. حاجات كتير جدا فيها، بالذات النبات بقى، الثمرة والبذرة ومش عارف ايه، كل الكلام ده بيكون حفظ. فالحفظ مهم جدا، ولكن حاول تربطه بالفهم على قد ما تقدر، وحاول تراجع عليه كتير. الحفظ قلنا كذا مره في الفيديوهات اللي قبل كده، حتى الفيديو الانجليزي لو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه، يعني هيفرق معاك. ان الحفظ محتاج مراجعه. اغلبيتكم ما عندكوش مهاره الحفظ. ليه؟ لانكم مش بتراجعوا. انت فاكر نفسك ان انا حفظت الحاجه حفظ جيد خلاص هفضل حافظها مدى الحياه. لا، لازم تراجع عليها مره واثنين وثلاثه واربعه، حتى لو على فترات متباعده، بس ترجع تراجع على الحاجه دي تاني. ولما تيجي تحفظ الحاجه الجديده تجيب القديم وتجيب معاه الجديد، تراجع على القديم والجديد. زي ما كنت يعني لو في منكم بيحفظ قران، اكيد كلكم في منكم تعرض للقران فتره انه يحفظه نفس الاسلوب كده. انا بحفظ مثلا في سوره البقره مثلا في الربع الاول، خلصت الربع الاول وداخل على الربع الثاني، بجيب معاه الربع الاول واسمع الربع الثاني. طب جيت في الربع الثالث حفظته، اجيب معاه الاول والثاني، وهكذا. تفضل ماشي بالاسلوب ده، بتخلي الحاجه تثبت وتترسخ في ذهنك كويس جدا. الحفظ في الاحياء بيفرق معاك ان انت تعرف تستحضر المعلومه على طول. يعني انت حافظ ان العمود الفقري مثلا عدد العظام بتاعته مش فاكر كان وقتها 26 عظمه، ولا انا بقالي 3 سنين ولا حاجه ولا اكتر مخلص ثانويه عامه، فمش فاكر بالظبط، بس انا كنت شاطر في الحاجات دي يعني. الحفظ بيفرق معاك جدا ان انت تبقى مربط الدنيا ببعضها، والحفظ بيزيد زي ما قلت لك بالمراجعه المستمره وبالحل الكتير. كتب التدريبات بتبقى اصلا مركزه على الحته دي، ان هي من كتر الاسئله اللي بتخليك تحلها الجزئيه ديت وتستحضر فيها الارقام والحاجات ديت، بتخليك الحاجه تترسخ في ذهنك وتثبت معاك بفضل الله. النقطه اللي بعد كده هي تجميع الجزئيات المتشابهه مع بعضها والافكار. يعني مثلا اختي كانت بتقول لي على الموضوع ده، بتجمع الارقام مثلا. يعني انت عندك عدد الخلايا مش عارف القاتله الطبيعيه، وعدد الخلايا مش عارف، انت كان عندك الخلايا اللي هي الدم البيضاء عامه كانت بتتقسم لانواع كتير. والانواع ديت كان بيبقى جواها حاجات تانية احنا كنا مش عارف اسمها، الحامضيه والقاعديه والقاتله الطبيعيه، وكان بيبقى فيه الخلايا التائيه والحاجات ديت، وكل واحده كانت بتبقى نسب وعدد معين، والخلايا البائيه ومش عارف ايه، والتائيه السامه ومش عارف ايه. الارقام والنسب ديت مهمه جدا ان انت تبقى مجمعها في حته معينه كده، او كاتبها بخط ايدك في ورقه تثبت معاك، علشان وارد انه يجيب لك اسئله على حاجه زي ديت، فما تقعش في حاجه تافهه زي دي، بتبقى اسئله مضمونه يعني. طيب نفس النظام برضو في موضوع عدد الالياف وعدد الليايفات اللي بتبقى في الفصل الاول، الحاجات دي برضو مهمه جدا ان انت تجمعها، والارقام دي كلها الارقام بتاعت المنهج كلها تجمعها مع بعضيها. تمام كده؟ تمام. طيب نفس الفكره برضو نوعيه الافكار بتاعت الرسومات البيانيه اللي بتيجي في حته مثلا في بتاعت الكالسيوم في الدم والهرمونات بالذات كان بيجي فيها رسومات بيانيه كتير. حاول تجمع الموضوع ده في مكان. فاكر حتى لما كنت في ثانوي كان الدكتور مجمع لنا الموضوع ده، كان مجمع لنا كل الحاجات دي في ورقه كده. كنت بص مش لباب الحفظ، لباب ان انت تفهم، يثبت في دماغك، يفكرك اصل ده لما كان بيزيد كان بيحصل كذا، ولما مش عارف الباراثرمون كان بيزيد كان الكالسيوم في الدم مش عارف بيتسحب ويروح للعظام، او العكس مش فاكر يعني. والكالسيتونين كان مش عارف بياخد الكالسيوم من العظام يحطه في الدم، وهكذا بقى. كان بيقعد بقى يحط الحاجات دي كتير، كانت بتفرق معانا جدا. التجميعات ديت، التجميعات بتفرق جدا في المواد النظري زي الكيمياء وزي الاحياء وزي الجيولوجيا برضو والحاجات ديت. الجزئيه اللي بعد كده هي حل امتحانات السنوات السابقه. ده شيء مهم جدا جدا جدا، مهم جدا انت تحل امتحانات السنين اللي فاتت. احنا المشكله ان احنا في بدايه النظام الجديد ما كانش فيه نماذج كتيره لامتحانات الاحياء بالذات، لان الامتحان كان اكتر امتحان بيجي عشوائي وغير متوقع هو الاحياء. يعني الفيزياء احنا عارفين نسب الاسئله ونسب كل حاجه، لكن في بدايه النظام الجديد ما كانش فيه كده. دلوقتي انت معاك كنز كبير جدا حرفيا، لان انت معاك حوالي 13 نموذج امتحان حطاه الوزاره للاحياء. 13 نموذج امتحان من اول 2021 التجريبي بتاع مايو وبتاع يونيو، لحد النموذجين الاسترشاديين اللي الوزاره حطهم لك السنه دي. شوف انت معاك كام امتحان الوزاره هي اللي حطهم بشكل امتحان اخر السنه في النظام الجديد. انت تخيل ان انت لو حليت الاسئله دي كلها ممكن يخشوا لك في كام سؤال. يعني انت اضرب كده عندك
من اول مثلا يعني جمع الاسئله، قول يا عم كلهم ب 46، مع ان كان الاول كان بيجي 50 بس قول كلهم 46 سؤال. اضرب 13 في 46 سؤال، شوف هيطلع لك رقم عامل ازاي، رقم لا يستهان به بجد، هتلاقي نفسك دخلت لك 600 سؤال او اكتر، فرقم محترم. تمام. فاستغل ده، استغل ده بصراحه. هم تقريبا يجوا لك حوالي 500 وحاجه سؤال، عشان ما يكونش التعبير خاني، عشان الناس تقول لك ده مدرس فيزياء وبيحسب غلط. انا مش قادر احسبهم دلوقتي يعني، بس رقم لا يستهان به من الاسئله الوزاره هي اللي حطاها. شوف انت بقى تقدر تلقط بنفسك لما تقعد تحل الامتحانات ديت، الفكره بتتكرر، كانت بتتكرر كام مره، الجزئيه دي هو سال عليها كام مره، الجزئيتين دول هو قارني ما بينهم او خلاني اعرف الفرق ما بينهم كام مره، او لخبطني ما بينهم في الاسئله كام مره. ده بيزود فهمك وطريقه تحليلك للسؤال جدا جدا جدا. النقطه اللي بعد كده دي بقى هتفيدك في طريقه الحل، بما اننا قلنا ان انت هتحل امتحانات السنين اللي فاتت ان شاء الله كلها. صدقني عشان في ناس بتقعد تتريق على الكلام ده، يقول لك ما دي حاجات بديهيه ما كده هحل الامتحانات. والله في ناس بتقعد تسوف وما بتحطش لنفسها جدول، وبتلاقي نفسها الوقت اتسحب منها، وتلاقي في الاخر ما لحقتش تحل امتحانات السنه اللي فاتت، وكتير قوي اعرفهم كده. يبقى ناوي يحلها وما يحلهاش في الاخر، بسبب ان هو عمال يسوف ويضيع وقت على الفاضي، وعمال كل شويه يراجع شرح يراجع شرح وينسى يحل في الاخر وما بيحلش الامتحانات. فالمهم بما اننا قلنا ان انت هتحل، افضل طريقه للحل في ثانويه عامه او في النظام الجديد هي الاستبعاد. لما تبقى انت قاعد، انا زمان لما كنت بقعد العب لعبه من سيربح المليون كنت بحب قوي الموضوع بتاع الاستبعاد ده، ان هو يشيل اختيارين وانا ابقى ما بين اختيارين بس، فكر في ده او ده، وابتدي اشوف ايه الصح واختاره. دايما بيكون في اختيارات، دي مش رياضه ولا فيزياء، يعني الرياضه والفيزياء فيهم مشكله. فيزياء هو ناتج، فانت هتقعد تعوض لحد ما يطلع لك رقم. المشكله بقى ان الاختيارات كلها لو انت غلطت غلطه في النص هيطلع لك الاختيار الف، لكن لو غلطت غلطه تانية هيطلع لك الاختيار ب، لو ما غلطتش خالص والاجابه صح هيطلع لك ج، لو غلطت غلطه في الاخر خالص هيطلع لك د. فكل الاختيارات بتبقى بالنسبه لك صح في الفيزياء، لان انت اي تعويضه غلط هيطلع لك الاختيار. انما المواد النظريه زي الاحياء والكيمياء لا، هي معلومه، فبيبقى باين قوي ان في اختيار غلط، بيبقى باينه قوي، او خطوه في النص هتطير لك اختيار، مثلا لو في معادلات في الكيمياء او حاجه زي كده بيبقى باين ان في اختيار او اختيارين كده عبط قوي ما لهمش اي علاقه بالموضوع، وبيبقى لك شبه غير اختيارين هو بيلعب عليهم بيشبه لك الدنيا ببعضيها. يقعد يلخبطك بقى ما بين مش فاكر المناعه الذاكره والمناعه اللي هي كانت واحده فيهم كان بتبقى في الدم، المناعه الخلطيه، وكان في كان في واحده بتبقى في الخلايا، واحده بتبقى في الدم، وبتاعه الدم دي كان بيجي لك خلايا البائيه، وبتاعه الانسجه والخلايا دي كان بيجي لك خلايا التائيه، وهكذا يعني ايا يكن. يقعد بقى يلخبطك في الحاجات دي، فانت بقى ايه تبتدي تحلل بقى الاختيارين دول لحد ما توصل للاختيار الصح، وهتوصل له اسرع. حتى لو انت مش هتعرف تحل السؤال دلوقتي وعطل معاك والاختيارين شبه بعض قوي، اسمك استبعدت اختيارين، فلما ترجع للسؤال تاني في الامتحان تلاقي نفسك انت برضه لما رجعت بتتعامل مع اختيارين بس. فاهمني؟ فطريقه الاستبعاد دي مهمه جدا جدا جدا، وهتفرق معاك جدا في الحل، وهتدعي عليها باذن الله. النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا، ما تتخضش من السؤال، ما تتخضش من الاسئله. الاحياء زي ما قلت لك هو بيعاملك على انك دكتور، بيجيب لك سؤال ممكن هو مش في المنهج او مش باين انه حرفيا، ممكن هو ملوش علاقه بالمنهج وما يبانش ان هو في المنهج اصلا، بس انت تعرف تحله عادي. فما تقعدش تضغط على نفسك وترعب نفسك على الفاضي. فاكر الامتحان بتاعنا لحد دلوقتي؟ لو انت بتحل في امتحانات شامله هتلاقيه، انا كنت من النظام الجديد، كان جايب لنا رسمه مناخير وفيها زي التانية كده من هنا، زي خبطه كده من هنا تحس انها مكسوره، يعني الحته ديت من هنا كده. فبيقول لك الصوره اللي قدامك ديت حصلت مش عارف بسبب خبطه ولا صدمه ولا ايا يكن، يعني مش فاكر السؤال كان بيقول لي نصا يعني، ولكن كان بيقول لك حط لك عده اختيارات وقال لك يا ترى الشخص ده مناخيره مكسوره مش عارف يتنفس، ولا الشخص ده مش عارف ايه، ولا الشخص ده ايه، ولا الشخص ده ايه، قعد يقول لنا اربع اختيارات. انا كنت قاعد في الامتحان قعدت اركز، قلت ثانيه واحده، اهدى، اهدى، واحده واحده، طالما هو جاب لك السؤال يبقى انت ان شاء الله هتعرف تحله. وقعدت امسك مناخيري من الناحيه اللي هو اتخبط فيها، فلما قعدت احرك هنا لقيت ان الحته دي مش عظمه، ان عظمه المناخير بتبتدي من فوق قوي، من هنا كده من فوق. حتى الجمجمه، التصميم بتاع الجمجمه اللي بتشوفه في الافلام وفي الحاجات ديت بيبقى المناخير كده عباره عن حته صغيره هنا كده، فالعظم بيبدا من هنا، انما اللي تحت ده غضروف مش عظمه، فبالتالي العظم هنا مش مكسور. فابتديت استبعد اختيار ورا التاني لحد ما حليت السؤال. الغريب ان السؤال دوت اتشهر جدا والناس كانت طالعه بتصح عليه وكان طالع الترند والسؤال ده صعب ومش عارف ايه. اغلبيه اللي اعرفهم كانوا كلهم حالين السؤال ده صح. معظم العيال اللي حلته غلط هم خدوا نفسهم من السؤال وخلاص، قاعد يقول لك ده بره المنهج ملوش علاقه بيه وما عرفش يحله. زي برضه في امتحان 2021 وانت بتحل امتحانات شامله هتشوف سؤال كان جايب لك واحد بيسبح كده اهوت، وبرضه السؤال كان يخض، طلع ترند وقعد يقول لك بص جايب لنا سؤال عامل ازاي في النظام الجديد ومش عارف ايه. انا عاوز اقول لك انا خدت السؤال ده وريته لاخويا الكبير، لاخويا الكبير مخلص ثانويه عامه من قديم الازل، وكان علم رياضه ما كانش بياخد احياء اصلا، وحل السؤال حله صح. فالسؤال شكله يخوف ويخضك، بس هو السؤال سهل، سهل جدا يتحل بالعقل بالمخ كده يتحل.
فما تخوفش نفسك من الاسئله. دايما هجيب لك سؤال في الاحياء شكله يرعب، شكله بص غريب ملوش علاقه بالمنهج ملوش علاقه بذاكرته، بس هتعرف تحله. تمام. النقطه اللي بعد كده النقطه الاخيره، ودي نقطه مهمه جدا بتفرق معايا، اغلبيتكم بيعملها ما شاء الله، بس يعني اللي ما بيعملهاش يحاول يعملها. حاول ان انت تقعد تشرح لغيرك. الاحياء من المواد اللي محتاجه الشرح، لازم تقعد تشرح لغيرك. هات مامتك كده في البيت او هاتي مامتك اقعدي اشرحي لها، ماما احنا خدنا كذا وكذا وكذا وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وتقعد تشرح. بلاش مامتك، هات اخوك الصغير او اخوك الكبير، اي حد ليه قابليه انه يقعد قدامك واقعد اشرح له. بلاش، هات صاحبك واقعد اشرح له، اقعد اشرح له كذا وكذا وكذا، صدقني هتثبت معاك وهتفرق معاك جدا جدا جدا. عاوز تتقن اي حاجه، سر بقى من اسرار النجاح، عاوز تتقن اي حاجه اشرحها لغيرك. عاوز تتقن جزئيه في الاحياء اقعد اشرحها كتير باستمرار لغيرك، اقعد اشرحها لزميلك لزمايلك. انا عندي حتى في بنت بتحكي لي بتقول لي انا بجيب الجيران ولاد ابن الجيران كده بيجي يقعد معانا، بجيب اقعد اشرح له احياء وبقعد اشرح عليه. بص الدراع هنا دي العظمه دي مش عارف دي الكعبره ودي الزند وهنا مفصل وفي الماده الزلاليه ديت وهكذا، بتقعد تشرح له. ودي عضله مش عارف ذات الرأسين ومش عارف دي العضله ايه والعظم وكده، تقعد تشرح عليه واحده واحده. فالشرح والكلام ده بيفرق معاك جدا باذن الله. يعني انا عارف ان انا ممكن اكون طولت عليكم في الفيديو في النقط ديت، بس هي نقط كتير وكانت فعلا فارقه معايا، وانا كنت شاطر جدا جدا في الاحياء. وفعلا يعني كنت مستواي عالي جدا فيها، وان شاء الله دي حاجه هتفرق معاكم انتوا كمان وتخلي مستواكم عالي جدا فيها. وخلي بالك بعضها بتبقى نصايح برضو من طلبه ما شاء الله جايبين درجات عاليه يعني انا اعرف طالب السنه اللي فاتت كان جايب 59 من 60 في الاحياء. فدي يعني بعض برضه نصايح الطلبه التانيين. الاحياء بالرغم انها بتيجي صعبه بس هي مش مستحيل انت تقفلها، حاول تمشي على الخطوات اللي انا قلتها. يعني انا شاكر ليك جدا لو انت كملت لحد اخر الفيديو، وان شاء الله تستفاد جدا فعلا من اللي انا قلته. ومستني رايكم تحت في الكومنتات، او لو انتوا عاوزين نعمل لكم فيديو عن حاجه تانية او نصيحه او حاجه، بما اننا في الفتره الاخيره بتاعت المراجعات وبيبقى عندكم تساؤلات كتير، وان شاء الله نعمل لكم فيديو عنها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.